يعني صح الناس كي كانوا يقولوا الاهرامات هما مجرد قمه تاع حاجه كبيره بزاف مدفونه تحتهم، ما كانوش غالطين. هما الاهرامات ماشي مجرد قبور ومحطوطه، يعني كاينه حاجه كبيره تحتهم، وكاينه حضاره كبيره مازال ما اكتشفوهاش. وفي 2025 اكدوا باللي الاهرامات هي مجرد قمه تاع حاجه لتحت. وكيفاش عرفوا باللي كاينه حاجه تحت الاهرامات؟ الباحثين اللي هما كورادو مالانغا، ارماندو مي وفيليبو بيوندي داروا بحث تاعهم وداروا سكان واحد التقنيه سموها SAR. هاد التقنيه كيما واحد من يديروا له راديو ويشوفوا واش كاين في العظم تاعه والداخل فيه. دونك هاد السكان يديروه من الفوق يشوفوا واش كاين تحت الارض بالقمر الصناعي. اهرامات الجيزه اكزاكتومون تحت الهرم الكبير تاع خفرع كيما راكم تشوفوا هنايا المجسم تاع الهرم، اكتشفوا باللي كاين تحته كيما نقولوا دي بيلي ودايرين عليه اسطوانات، وهاد لي بيلي الطول تاعهم يتمد 648 متر تحت الارض، وتحتهم كاين دو شومبر يعني في الشكل تاع مكعب الطول تاعهم يتراوح حتى 2 كيلومتر. والبحث هذا اللي داروه في 2022، بصح داروا كونفيرونس دو بريس عليه في 2025 وبيبلياو لقاو من هذا البحث. كما تعرفوا البحث في الاهرامات وكيفاش تبنى وكاع دائما يخرجوا عليه النظريات. بعد ما داروا هذا السكان وشافوا هذا الاكتشاف، كاين نظريات تقول باللي هذه الاعمده اللي شافوهم هما بقايا تاع واحده من الحضارات اللي متطورين بزاف ومدفونين تحت رمال مصر. وديروا في بالكم باللي اذا كونفيرماو هذا البحث وصح باللي كاين كما نقولوا اعمده وقدروا يحفروا ويشوفوا، رايح التاريخ يتبدل حرفيا، كاع التاريخ رايح يتبدل. وبيان سور نبغي نعرف رايكم نتوما كيفاش تشوفوا الاهرامات. اسكو تبان لكم باللي كاينه حضاره تحت الاهرامات مدفونه، ولا تبان لكم خرافه؟ يعني خلوا لي رايكم في التعليقات.